المصابين ان شاء الله يرجعوا بشكل يعني مميز. كل واحد بقى يعني ورا التاني كده على طول. ان شاء الله باسم علي اقرب الناس اللي هم يرجعوا بعد مباراه النادي المصري. ما هو مفيش يعني ان شاء الله يكون موجود. ده التمرين قدام حضراتكم، يعني لسه اهو في بدايه التمرين. الجهاز الفني كان كله واقف بالكامل. لسه الفريق اهو في بدايه التدريب، بيجروا طبعا الاحماء. يعني طبعا في البدايه بيبقى في لفه كده اللي هي يعني بيبقى فيها كلام شويه الفتره اللي جايه دي، تملي عرف يعني في النادي. بيبقوا في الاول كده بينزلوا يعني يتمشوا لفه كده حوالين الملعب، بيتكلموا مع بعض في الاجواء والظروف الفتره اللي جايه والمباراه اللي جايه ككلام بقى، كل 2 3 مع بعض زي ما انتم شايفين قدامكم. هتلاقي كل واحد يعني. فهي دي حاله الجو برده يعني، وجو برد جدا اهو. يعني اسلام رشدي حاطط ايده في، لا ده باسم علي حاطط ايده، كلهم حاطين ايديهم في جيوبهم من الجو تلج. يعني ده الساعه 9 الصبح، فالله يكون في عونهم. يعني ان الجو بقى برد قوي وقاسي جدا، ولكن يعني هو على طول النادي الاهلي بيتمرن الصبح. يعني يمكن هي التدريبه بتبقى اللي هي قبل المباراه بتبقى يعني بعد الظهر عشان بيطلعوا منها على المعسكر، ولكن على طول بيتمرنوا الساعه 9 الصبح، فالجو بيبقى قاسي. ده طبعا في بدايه اللقاء اهو كلهم واقفين، الجهاز الفني مع خورخو يعني سيمو بيرتبوا بعد الاحماء اللي هيحصل في التدريب. اعتقد مستر جريدو هو اللي بيحط بقى بنفسه او هو اللي بيجهز الملعب بنفسه، عشان لما الفريق خلاص يخش بعد هو خلاص بعد الاحماء بيخش طبعا يعملوا الاسترتشنج بعد الاحماء. وبعد كده مستر جريدو بقى هو اللي يستلم الفرقه ويقدر يشتغل بقى في الشغل التاكتكس او الشغل الخططي في الملعب. اعتقد ان هو جاهز جدا. دي كابتن وائل جمعه طبعا مدير الكوره بالنادي الاهلي بيتكلم مع جاريدو عشان الفتره اللي جايه. يعني اكيد الكلام ده هيبقى في كل الاجواء، مؤمن واللعيبه اللي هتبقى موجوده والسفر امتى، بيرتبوا للسفر. فيعني كويس ان هو برضه هيسافروا يوم الخميس. طبعا الاربع كان يبقى احسن ان هو يقدروا يتمرنوا تمرينتين على الاقل على ملعب الجونه، ولكن لو هو عشان الفندق والطيران ما فيش مشكله. الخميس برضه يعني كويس، يقدروا يتمرنوا تمرينه ويلعبوا الماتش ان شاء الله يوم السبت المقبل باذن الله. كل التدريبات دي زي ما قلت لكم يعني داخله في الاحماء. يعني اهو برضه لسه في بدايه الاحماء بس بالكوره. يعني ما بقاش زي الاول ممكن تجري بس لفتين 3 عشان تعلى. ادي شريف اكرامي طبعا خلاص يعني قريب جدا ان شاء الله تلاقوه موجود في الفريق الجماعي باذن الله، مع الفريق باذن الله قريب. فبالتالي خلاص التدريب بيبقى بالكوره اهم. ممكن تاخد لفتين 3 كده بس ايه، تنشط جسمك كده وتبقى